داكوغ. عندك اسيدي بطاقة مهنية؟ عندي البطاقة المهنية. مادام اسيدي عندك ديك البطاقة المهنية هي اللي خلاتك انك تستافد معنا، تسجل معنا في الضمان الاجتماعي باش كتستافد من هاد التغطية الصحية. واخا نستافد، واش غتعطيوني شي حاجة ولا نستافد انا غنخلص؟ دابا هادي راه ماشي استفادة، هادي الاستفادة صندوق الضمان هي انك الاجتماعي اللي غيستافد مني، ماشي انا اللي غنستافد من الضمان سيدي، الاجتماعي. واخا هاد الاستفادة سيدي هي انك ملي كتمشي للطبيب الا قدر الله وقتلتي فليساتك في المرض كتدفع الدوسي ديالك للضمان الاجتماعي، عندك الحق انك تعوض على داكشي اللي خسرتي، واحد النسبة على داكشي اللي خسرتي. هذه هي الاستفادة ديالك. بالنسبة للخلاص ديال الوليدات سيدي غيبدا هاد السنة ان شاء الله، بالنسبة للتقاعد غيبدا السنة المقبلة غيبدا يتحسب لك. يعني واخا سيدي دابا دابا هذه هي بلاتي، التغطية. دابا الا خلصت انا هاد 189 درهم، واش فيها النقاط ديالي اللي كيتقيدوا لي دابا بحال داك سيدي انا 26 كندوي نقطة؟ قلت لك سيدي دابا هذه هي التغطية الصحية. بالنسبة للتقاعد غيبدا السنة المقبلة ان شاء الله، ملي غيبدا غنعاودو نتصلوا بكم. اسمح لي اختي، دابا كتقولوا لنا استفادة وحنا ما كاينه حتى استفادة. واسمعني سيدي الله يخليك، دابا اسمعني انت سيدي اسمعني ما بغيتيش تفهمني. واسمعي انت اختي مصباح، انت كتهضري وانا كنصنت ليك، واخا ودابا سيدي هذا كتقولوا لنا الاستفاده وحنا ما كاينه حتى استفاده. حنا شنو نستافدوا؟ نطلبوا الله نمرضوا باش نستافدوا من لاتينيسيس باش يردوا لنا واحد القدر ديال المال من داكشي اللي غنخسروا. هذه ماشي استفاده، هذا فهمتيني بالنسبة اختي؟ سيدي وانا بالنسبه انا جالس، انا من الناس اللي جالسين عاطلين على العمل ما خدامش ونمشي نخلص 189 درهم في الشهر. كيفاش زعما وكتقولي لي تستافد؟ ما فهمتش اختي، زعما صراحه شي حاجه ما كتدخلش للعقل. واخا سيدي بالنسبة لهذا المشروع فهو مشروع ملكي دار مصباح بخصوص الناس سيدي اللي ماشي في اللي ما كيكونوا ما خدامين في شي شركه باش كديكلاري بهم. نورمالمون الناس اللي كيكونوا خدامين في الشركه كيديروا لهم واحد الاقتطاع كل شهر باش الا قدر الله مشى للطبيب كيكون عنده واحد يعني داير واحد لاسيرونس لراسو باش يعني يستافد. يعني الا بغى يدير شي عمليه، بغى يشري شي دواء، كان عنده شي مشكل هكا في المرض كيكون انه عنده الحق انه يستافد. ياك الحقوق ديالهم مفتوحين. يعني سيدي هاد التغطيه الصحيه دارها سيدي سيدنا على قبال الناس سيدي اللي كيكونوا خدامين مع راسهم. هذوك الناس سيدي تا هما عندهم الحق انهم يستافدوا من هذه التغطيه الصحيه. انا كنقول لك سيدي الاستفاده ديال التغطيه الصحيه يعني التعويضات ملي كتخسر فليساتك في الطبيب. يعني هذه هي الاستفاده اللي عندك دابا. اما الخلاص اللي التقاعد اللي كتهضر لي عليه غيبدا ان شاء الله السنه المقبله، مازال ما عندناش عليه معلومات. ملي غيبدا غنعاودوا نتصلوا بكم ان شاء الله. دابا اختي انا جالس عاطل على العمل، هذه وحده ياك، وكاين وكنخلص الضو وكنخلص الماء وكنجيب ما ناكل، خصني نجيب ما ناكل. وكيفاش في النظريه ديالك اللي نفرض انا كاع اللي نفرض اختي دابا نمشي معاك يسيري معايا الله يعطيك الصبر صادق الله يرحم ليك الوالدين ويسمح لي اختي كنعتذر منك في هذا الصباح. جات فيك النوبه بعد ما ديري. شوف دابا انا يا اختي قلت لك وجالس ما خدامش، ولو انه يجيني المرض ما عنديش باش نمشي نداوى، ولو كي كتقولي يعني يجيني مرض ما عنديش باش نمشي نداوى باش غادي نتسنى انا من لاسينيسيس تعطيني داك التعويض، داك 25% ولا شحال هي اللي دايرين في المية. بالنسبه لسيدي هذه التغطيه الصحيه كما كنقول لك اجباريه. يعني المعلومات اللي وصلونا من وزاره التجهيز والنقل انك شيفور. يعني غتمشي عند الوزاره ديال التجهيز والنقل وتشوف معاهم سيدي واش انت شيفور ولا لا. يعني هما سيدي اللي غيديروا انا شيفور عندي بطاقه مهنيه، وهذه البطاقه المهنيه من نهار جابوها قالوا لنا غادي يديروا لنا بها حقوق، ماشي ياخذوا منا حقوق حنايا. واخا سيدي البطاقه المهنيه ديالك شكون اللي قال لك غندير لك الحقوق؟ والبطاقه المهنيه علاش جات البطاقه المهنيه اصلا؟ شنو هو السبب المجيء ديال البطاقه المهنيه؟ يعني باش كنقننوا وقول لهم سيدي هاد الهضره اللي كتقول لي باش سيدي هما يشوفوا معاك الوضعيه ديالك، حيت حنا سيدي ما عندنا والو. حنا المعلومات ديالك وصلونا من عندهم. هاد القرار من تعمم على الناس العملاء الغير اجراء تنسى سيدي تعمم عليك. يعني سيدي واخا تقول لي انا هاد الهضره ما عنديش سيدي فاش غادي نبدل شي حاجه. واخا دابا غير سؤال دابا انا ما عنديش باش نخلص، شنو المصير ديالي؟ واش يجيو يقبطوني يديوني للحبس مثلا؟ الملف ديالك كيدوز للتحصيل الاجباري. الا ما قاديتش الوضعيه ديالك وهذا الخلاص كيبقى يتجمع عليك. التحصيل الاجباري هو انك ما تقدرش تحصل على واحد الورقه اللي غيوليو يطلبوها مننا القدام كتعني الشهاده الانتظام ديالك في الضمان الاجتماعي. يعني
هذيك الورقه ما غتقدرش تحصل عليها ملي غتبغي تخدي شي غرض اداري ولا اي يعني حاجه، يعني تبغي تحتاج فيزا ولا تخرج من البلاد ولا تمشي المقاطعه تقضي شي غرض، ما تقدرش انك تحصل عليها. علاش؟ حيت ما مخلصش هاد الديون اللي عليك في الضمان الاجتماعي. يعني يا سيدي خاصك تمشي تقاد الوضعيه ديالك معاهم في الوزاره ديال التجهيز والنقل، تقول لهم هاد الهضره اللي قلتي لي باش هما سيدي يقادوا معاك الوضعيه ديالك، حيت هما اللي مسطرين لنا المعلومات ديالك. هو خاطش قاد الوضعيه ديالك سيدي اقرب وقت ممكن، اتصل بينا في هذا الرقم هذا باش تخلص هذا الخلاص اللي عليك، حيت على طول انت عندك هذه البطاقه المهنيه راك معني بهذا الخلاص هذا.